هواي عندنا زباين بالسوشيال ميديا وبهاي البرامج، بس الشخص الوحيد المستهدف دائما بنين الموسوي، وخصوصا من رجال الدين. متصدي لهم بمعنى الكلمة، طبوا له وشوفوه، لأن قلت لك أنا ما أقدر أنقل لك كل الكلام. اسمه أرغون العراقي، قال لي شنو رأيك؟ قلت له عمي لو هاي فد 100 إعجاب بنفس اليوم تطيه اطيه. قال له هو إعجاب واحد لازم اطيه. يعني قلت له اطيه. تصدى المن؟ تصدى الذولة، اضطر اقول الزبايل، تصدى الذولة الفاسدين التافهين من بنين الموسوي وشيل ايدك، من ذولا وشيل ايدك، بس متصدي لهم تصدي حلو. يمكن المنبر ما يتوسخ بذكر هذولا، حتى عنده كلمة حلوة أنا سمعتها بإذني، من يشوف هاي السوالف شي يصيح يشيل ايده يقول يا قاضي الحاجات اقضي عليهم. هاي مو بنين الموسوي، هاي بنت عم معاوية، يجب أن نصدى لها. شنو سيد؟ شنو داعش تصدى لها؟ شو مسوية؟ مفجرة مور، مطيحة جسر، بنية على فطرتها، ساعة تنشر أغنية ساعة تنشر لطمية، بعدين هذا تمدح بيه وتقول يحكي عليها. أنت تدري ما ينتقد الشيء اللي هي تسويه، يتنمر على شكلها وعلى خلقتها، وانت رجل دين وتنمر على خلقة الله حرام. بعدين انت رجل دين وعندك قضية وصاحب منبر، هو هذا موضوع جاي تحكي بيه. بس الظاهر انت عندك مشكلة، يعني رجل الدين خصوصا صاحب المنبر الحسيني لازم يكون قضيته موجهة لأهل البيت وقضيته للإمام الحسين فقط، ما لك علاقة بهذول اللي يطلعون بالسوشيال ميديا يحجون وينكتون ويضحكون. ما عليك، تريد تصدى، تريد تمنع الفساد، تريد تآمن بقضية الوطن وهاي السوالف، احكي على السياسيين، احكي على هاي العالم الباقي، الكهرباء الماكو، لا تركض ورا هذول بعربانة مكسرة. بس الظاهر انت عندك مشكلة يعني، وخصوصا بكل محاضراتك تنتقد النساء بصورة يعني غير لائقة. زوجها واخلص، هاي كلمتك الشهيرة سيد. عوف هاي السوالف وركز بقضيتك. العزيز البرنامج ماله على الأساس ينقل معاناة العالم، بس الواقع مو هيك، يضحك على العالم. مواليد 40 وما متزوج؟ وما متزوج. والله لو يقع عليك السقف وتخلص ولا هذا شنو يعني؟ هسه دشداشه ماكو، نعال ماكو. لا سامح الله طقيت ومتت، ليش لا سامح الله؟ يعني شو انت ما تموت؟ لا مثلا اقول لك يعني انا هسه والله لو تصير بك كورونا ولا هيك حالك. الاخ بلاعيمه ذاك الولد مكسوره رجله، هذا طايره اذنه، هي هاي الناس شو تسوي؟ شنو تريد تنتحر؟ لا 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 عشان علي منصاف منك علي ما شو خابط المي خابط. ايه ها ايه عابر ال70 بعدك؟ لا بعد ما عابر ال70. لا ان شاء الله ما بعد، هذا قريب ان شاء الله. والله يجوز هم ما تعبر هال70 يعني على هيك حال. الله اعلم. ها المفروض من نقابة الإعلام تحاسبه وتوقف البرنامج ماله، لأن الإعلام له ثقافته. هذا زرب بالثقافة زراب، شايل كامرته ويضحك على العالم. أنا أريد أعرف أنت المن طالع لعد، لا أنت جاي تساعد، ولا أنت جاي تخلي المواطن ينقل مشكلته من خلال الشاشة مالتك، ولا أنت بيك فايدة. يعني الشخص تجيبه تسوي وياه لقاء، هو يحكي معاناته وأنت تضحك عليه، هو يحكي وأنت تنكت، هو يحكي وأنت تستهزئ. وين الإعلام عليك؟ حيدر زكي من طلع ينتقد بالعالم ورياضيين انشالوا انطق 7 سنوات 7 اشهر عفوا وراح وطلعوه النوم. زين انت نقابة الاعلام المفروض هم تخلي الاضواء عليك. انت اليوم تلتقي الشخص ووظيفتك ومهمتك تسمع له، مو تقعد تضحك عليه وتتنمر عليه. الاعلام له ثقافته وانت زربت بالثقافة مال الاعلام. والله ما ادري يعني اذا نقابة الصحفيين قابلين على الشيء اللي انت جاي تسويه وطريقة تقديمك، فاقرأ على الاعلام السلام، باكر اشيل كاميرتي والمايك مالي واطلع اضحك على الناس. خوش اذا العزيز مقبولة تصرفاته، شنو مشكلتك؟ يقول له انا مشكلتي، قال له انت مشكلتك ايه؟ علما جايني وانت خلصان الضال بيك، انت غير طالع برنامج مالتك اسمه ننقل لكم الواقع وليس الحقيقة من هاي الكلاوات، جاب بس اعلام يا حقيقة يا واقع. شو هو يحكي وانت تضحك عليه، شوارب وحاط لك عقال ودشداشه ورايع ومرتب نفسك وتفتر بالمايك مالك، يخلي العالم تحكي. المن طالع لعد والله ما اعرف يعني فد ماكو رقابه على الاعلام، فرد نوب صارت السالفه تعبانه. مين اتلقاها منك من علي الشريفي يطلع بلقاء يقول الصلاه من المستحبات وليس واجب.
أنا حتى قضية الصلاة ما أعتبرها من الثوابت، يعني الصلاة مثلا أعتبرها يعني من المستحبات، والدليل هو الصلاة لغة هي الدعاء. شوف الله يريد من عندنا اثنين، الإيمان والعمل الصالح. سيد والله خبرتنا، أنت يوميا طالع لنا بسالفة جديدة، النوب مسوي سبايكي كأنك لقلق، شبيك ما تقول لي يا سيد؟ دقعد واسكت يا سيد، رحمة والديك، ترى متنا من سوالفك هاي التعبانة، خلصت قلوبنا، كافي يوميا جايب لك شيء جديد حتى تصير بيه ترند وترجع على الشاشة. زين هي الصلاة الصلاة مو واجب، الصلاة غير شهادتك إمام علي مطبور بالنص هو يصلي، خوف من المستحبات ويعوفها. بشلون بالدنيا عندك شهادتك المدرسية، بيوم الآخرة شهادتك هي الصلاة. هاي الأعمال ما صدقة وفعل الخير وتبرع وعطي، هاي الأعمال كلها تجي بعد الصلاة. أصلا أنت إذا تتبرع وتعطي وأنت ما مصلي، حالك حال ما مسوي شيء. أنت لازم أول شيء وقبل كل شيء الصلاة، ثم الصلاة، بعدين تجي وراها هاي الأعمال. أنت على مود الترند جاي تطعن يعني تطعن بالصلاة، تطعن بفلان شيء. سيد كافي، يلا وتصوروا إذا أمهات السيليكون، يعني سيد من الأخير شغلتك مضروبة، أنت رايح صايرك سباير، بعد ما تشتغل لو يحطوا لك باترو مال تريلة، أنت طفيت فرد طفية، ظل اصبغ شعرك يوم أحمر يوم أخضر يوم ما أدري شني وعوفنا بحالنا. قبل 3 أيام نشروا النتائج السادس تقريبا قبل 4 أيام، وهذا نجح من السادس بعد معاناة دامت 4 سنوات. يعني تدرون شنو 4 سنوات؟ يعني هاي السنة لو راتب احتمال يحسبوا لك راتب حالك حال المعلمين. هاي محاولات ناجح، والنبي محمد ناجح، والنبي محمد ناجح. تعبت والله، تعبت والله، تعبت. البلازمة شعليها البلازمة، يعني فوق ما ناجح راح تخسر 350,000 مال بلازمة جديدة. طبيت على الستور مالته لقيته ناشر انشيلوتي مدرب الريال من خذ دوري الابطال وهيك يسوي وحاط عليه اغنيه وعالقها. ادري ناجح من السادس لو ناجح من دوري ابطال اوروبا. انا من شفت الستور هذا مالك عبالي قبلوك بريال مدريد بالمطبخ مالهم وسوي لهم قوزي بين الشوطين، صدق كذب؟ لا هي احلى شيء الستور اللي ورا، واحد قبل سنه مرسب معلق له كاتب له انت تنجح بس بالاكل. شوف ايش راد عليه، ناشر التعليق ماله وكاتب قبل سنه حفظت هذا التعليق مالك. والله عافيه، يعني بصراحه تحديت نفسك وتحديته وخسرت بالاكل ونجحت من السادس.